السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كثيرة كلمتني وقالت لي يا أبو العمدة غير من محتواك، خلي محتواك يرتقي شوي ويبقى أفضل وأحسن. أنت فيديوهاتك كويسة ومحتواك جميل، وكثير أو قليل من الناس هيفهم. كل اللي فاهمه واللي ما فهموش يرجع في الآخر ويقول انك انت ولد عمده وابوك عمده وابوك راجل زين وابوك راجل كويس وانت اكبر من كده وانت بتقلدها صح وتاخد مكان ابوك في الصح، فلابد تعمل حاجه صح. فرجعت عقليتي وفكري من اول الخط، لقيت كلامهم معقول. طيب تعمل ايه عشان انت بتحب المحتوى دي ومش عاوز تسيبه، وفي نفس الوقت مش عاوز تزعل الناس منك، وفي نفس الوقت عاوز ترقي من مستواك وترقي للأفضل؟ فلقيت فكرة جاتني، وبعض الناس كتير اللي اتصل علي تليفون واللي دعمني واللي قال لي فكرتك كويسة. قعدت أفكر ولقيت طريقة تناسب الجميع. في البعض هيزعل مني وفي البعض هيشجعني ويقول لي ده اللي عملته هو فعلا ابن العمدي ابو شوشي ويستاهل انه اللي زي ما يقول المثل اللي خلف ما ماتش. فطبعا الفكرة جات من بعد معاناة ومن بعد انتقادات كثيرة من الناس. افكر اعمل ايه عشان ارضي الله اولا ثم ارضي الناس، ما زعلش حد مني. الناس بتقول لي انت ابوك عمده وانت المفروض تبقى بكان منه، خير خلف لخير سلف. قعدت افكر كثير فلقيت فكره مسلسل العمدي. مسلسل العمدي والعمده بيومي. ازاي؟ مسلسل العمده دي يترقى على كذا حلقه، على حلقات طويله جدا جدا. العمده الكويس، العمده الشرير، العمده المفتري، العمده اللي ماشي في التصالح والخير، العمدي المحبوب بين الناس، العمدي اللي الناس كلها بتحبه، على كذا فكري وعلى كذا نوع. ولكن في الاول والاخر بيومي العمدي، وسميته بمسلسل العمدي مع العمده بيومي. العمدي بيومي. فلقيت الفكرة كويسة وإن شاء الله تعجب الجميع. اللي عجباني، اللي عجباه الفكري يقول لي عجباني يا عمدة بيومي، واللي ما عجبهوش الفكري يديني رأيه وهو ما عجبهوش ليه الفكري. والانتقاد بناء، ولكن انتقادك يكون في الاحترام والأخلاق والأدب ومقبول. ولابد في النهاية نوصل الحال إن شاء الله. انتظرونا جديدا مع مسلسل العمدي وبيومي العمدي. تحياتي لكم، ويا رب أنول كل إعجابكم وارضي الله أولا ثم أرضيكم ثانيا. تحياتي لكل محبين العمدة بيومي. تحياتي.